لو التفاحة اللي وقعت فوق دماغ نيوتن كان أكلها. ولغة تانية إيه؟ هو إحنا بنعرف نتكلم عربي؟ ده إحنا بنتكلم عامية مكسر، أنتوا بتتكلموا في إيه؟ قرارات وزارة التربية والتعليم الحق شيل. عندنا مفيش لا منطق ولا فلسفة ولا جيولوجيا ولا في تاريخ ولا جغرافيا. إيه يا جدعان في إيه؟ قال لك كفاية عليهم الفيزياء والكيمياء والرياضيات، وبتوع بقى الأدبي ملهاش لازمة الكلام ده معاهم. إحنا عارفين هم مركزين في إيه. يا جدعان أنتوا فاهمين بتعملوا إيه؟ لا إله إلا الله. ما تشتغلوا على الملف القديم. هو إحنا التابلت وصلنا معاه لفين؟ هو كل شوية من أيام الفراعنة كل ما يجي مسؤول يطمس على المسؤول اللي قبليه بكل أفعاله ويبتدي يكتشف العجلة من أول وجديد. هو إحنا مثلا ما نعرفش نجيب الملف بتاع نهضة التعليم في دولة زي سنغافورة ونطبقه كوبي بيست؟ هيتقال علينا انتوا وحشين؟ والله عادي، بس يا ريت تبقوا ليه مطبقين. هو العلم عندنا ليه يكال بالبدنجان؟ ما هو بقى يجيب جنان. بلاش ده كله. انا بسمع في تعليقات ان في ناس كتير يقول لك ان المواد اللي اتلغت دي المواد اللي كان ولادنا بيحققوا فيها درجات عالية فترفع من المجموع العام. هل هو فعلا كده؟ قولوا لي انتوا في تعليقاتكم. ولا هي كانت دروس كتير وزيادة وزي ما قالوا في الوزارة تشال حملها من على الأهالي؟ بس اللي أنا مستغربه شيء واحد: العلوم اللي اتشالت دي هي أكتر علوم بتنمي العقل والتخيل عند الشباب. لكن هرجع أقول لكم حاجة: لو أنا وأنتوا اتكلنا في يوم من الأيام، وده شيء محتوم، والأجيال اللي قبلينا والحبة اللي بعدينا، طب ولادنا اللي طالعين هيلاقوا مين يفكرهم بتاريخنا لما احنا نبقى ليه لاغيين؟ تفتكروا ان هم هيدعبسوا على النت عشان يشوفوا التاريخ كان عامل ازاي؟ والله هيلاقوه مشوه، مش هيلاقوا حد يقول لهم انتوا بتعملوا ايه. كمان تبعدوا عنهم الفكر والتفكير. ده المنطق يا جماعة. هو احنا ايه ناسيين ان المنطق اصل كل العلوم؟ اي حد لما بيفكر في اي شيء او اي ظاهرة او يحط ايده على مشكلة، اصل الموضوع ان هو بيفكر فيها بالمنطق ويبتدي يحلل القضية ويطلع بنتائج، والنتائج تبقى نظريات وهوب نلاقي علوم. على سبيل المثال وليس الحصر: لو التفاحة اللي وقعت فوق دماغ نيوتن كان أكلها وما فكرش إيه اللي وقعها من فوق لتحت وما طلعتش ليه لفوق، ما كانش اكتشف الجاذبية. هيبقى مهندس، هيبقى دكتور، عنده حبة علوم، لكن لما يتحط في موقف عجيب شويتين مش هيبقى عنده منطق إنه يفكر يوظف العلوم دي في الموقف ده إزاي. روح اشتغل على الشباب اللي لسه صغير وأهلهم إن هم يطلعوا بني آدمين عندهم عقل وبيعرفوا يفكروا، بدل ما كل شبابنا اللي فاتوا واللي موجودين واللي جايين هيبقوا حافظين ومش فاهمين. والدليل إن كله بيطلع من بعد الامتحان لو سألته في سؤال واحد في المادة اللي كان بيمتحن فيها هيفتح عينيه ويبرق ويقول لك إيه؟ لأنه خلاص من وهو صغير اتعلم يبقى حافظ مش فاهم. والحمد لله اللي ولاده عدوا الثانوية عامة يبوس ايده وشه وظهر. اللي يعدي ما هوش عارف اللي جاي هيعملوا فيه ايه. سلام عليكم. تتمسوا بالعافية.